السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى بط في الدنيا بدون سلق ولا تعب ولا اي شيء خالص. يلا بسرعة روحي اعملي لايك على الفيديو. اول حاجة انا غسلت البطاية بالدقيق والخل والكلام ده كله. بعد كده بعمل لها محلول ملحي وليمون، حوالي مثلا ليمونتين كده. واسيب البطايه منقوعه فيه مثلا لا يقل عن 3 4 ساعات. المحلول الملحي ده بيساعد على ايه؟ ان الانسجه بتاعت البطايه تدوب وبيبقى ليها طعم كويس، وتلاقيش الصدر بقى بيشد معاكي. اول حاجه معانا بصلايه كبيره او بصلتين وسط، ومعايا بقى التوابل: ملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وبهارات مشكلة وقرفة وسماق. اقلبهم كويس مع بعض واحاول كده ايه ادعكهم بحيث البصل ينزل ميته زي ما انتوا شايفين كده. بعد بقى ما بدعك البصل كويس او بحيث خلاص، ابدا بقى انزل احط معلقه صلصه كبيره، وبحط كاتشب او باربيكيو، اي حاجه من الاتنين ممكن. ومعايا دبس رمان بحط منه كميه حلوه كده، واقلب بقى كل الخليط ده، واحط مثلا حوالي ربع كوبايه زيت. اقلبه كويس وابدا ادعك البطايه كلها من بره ومن جوه، من القلب ومن تحت الجلد، واتبلها كويس جدا جدا. اهو بص النسيج البطايه بقى طري ازاي، بحط ايدي فيه بيغرز. اتبلها بقى كويس جدا جدا بره وجوه وتحت الجلد. اهو بص تحت الجلد حشيتها ازاي، تبلتها كل جهة فيها، تبلتها كويس قوي. بعد كده بقى بلفها بستريتش وبشيلها في التلاجة لتاني يوم الصبح. حبيتي تعمليها على طول ده شيء يريحك، بس كل ما بتتبل كل ما بيكون افضل. ده شكلها وهي متبلة، كل حتة فيها دعكها بالبصل والصوصات اللي انا حطاها، علشان هو ده اللي بيساعد اللحم بياخد طعم كويس. دي كده بعد ما طلعتها من التلاجة تاني يوم، احطها بقى جوه الكيس الحراري، وبجيب الحجم اللي هو اللارج، ما بجيبش الاكياس الصغيره، لان الاكياس الحراريه احنا عارفين طبعا ان هي مقاسات. بكون بقى تانية الاجنحه لورا علشان تساعدني لما في الكيس تبقى ملمومه وكويسه. زي ما انتوا شايفين كده بحطها جوه الكيس الحراري. دي الرقبه بتاعتها، واخد بقى من التتبيله دي واوزع حواليها، علشان خاطر ده اللي بيديها طعم. ممكن تدلقي كل التتبيله فيها، بس انا حبيت يعني المناطق اللي حاسه ان هي لسه ما فيهاش حطيت فيها. بس كده اقفل بقى الكيس. اقفل الكيس كويس جدا ومنساش افتحه 3 فتحات اقل حاجه، عشان في الفرن ما يفرقعش. واكون مسخنه الفرن على درجه حراره 200، وحسب درجه طبعا يعني سخونيه الفرن بتاعتك. لو حساها اهدى شويه علي الحراره شويه. بنفخ الكيس كده عشان يبعد عنها، هو كده كده في الفرن بيتنفخ اصلا. احط بقى مثلا حوالي كوبايه ميه كبيره تحت بره الكيس،
وزي ما قلت اكون مسخنه الفرن، وادخلها بقى الفرن على كده. ادي دخلت الفرن، وده بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفين شكلها، كمان طعمها احلى من شكلها. يا رب تكون الطريقة سهلة وتكون بسيطة، وزي ما انتوا شايفين بتطلع مستوية جدا، حتى اللحم هو فاصل عن العظم، وطعمها كمان اجمل بكتير. ودي طريقة بقى احلى من السلق واحلى من الحاجات دي كلها، وبتبقى ظريفة جدا. يا رب الطريقة تكون سهلة وتكون عجبتكم. وانا هنا النهارده عملت جنبها محشي وحبيت اوريهولكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، ولايكات كتير 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 علشان خاطر توصلوا الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وهسيبكم بقى ايه تستمتعوا بالشكل الاخير.